السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. هنعمل مع بعض النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل في صينيه واحده، لا هنوسخ اكتر منها ولا اقل منها. وهنعمل دلوقتي دي البصل ومعاه فصين ثوم، وهنحط عليه اللحم، وهنحط قرن فلفل قرن فلفل حامي، وغير كده مش حاطين. وهنعصج اللحمه مع بعض، وهنبدا النهارده ان شاء الله نعمل لكم صينيه مكرونه سهله وبسيطه وكويسه باذن الله. هي تحطيت اللحمه بتاعتي زي تحطيت الفراخ، وانا عصجت معاكم اللحمه قبل كده والفراخ والكبده، فكلها زي بعضيها. بحب اصفر البصله الاول وبعد كده اقوم حاطه اللحم، بتاخد الصدمه زيها زي اللي معمول اهو. وان شاء الله يبقى طاجن او صينيه حلوه جدا جدا. احنا عصجنا كده اللحمه، هنحط عليه حبيتين قوطه كده. بقى حطينا الشوربه على القوطه بعد ما خدت غلوتين كده مع سبكت شويه مع اللحمه، والشوربه غليت اهي. هنحط بقى كيلو المكرونه. اعذروني يعني عشان انا اللي بصور لنفسي. كده كده كيلو. حطينا تقريبا كده، الشوربه كانت تيجي تقريبا كده كيلو، يجي كيلو شوربه. هنحطها بقى ديت تغلب بعضها كده، وهنهدي النار عليها، مش هنخلي النار عاليه، مش هنخلي النار عاليه هقول لكم بقى هنعمل ايه تاني. هنعمل بقى يا حبايبي شويه كده فراخ صوابع مقرمشه. ديت كوبايه، دي بيضه وعليها ذره فلفل اسود، ودي فراخ كانت بانيه قطعناها صوابع كده، يعني حطينا حته البانيه وقطعناها حتتين 3 زي ما تطلع. ودي نص كوبايه لبن، ودي البهارات اللي هنحطها على الفراخ، وهنحط نفس البهارات على الدقيق. ديت توابل فراخ، توم وبصل وبابريكا فلفل اسود مع البهارات بتاعتي. ديت ملح. دوت بقى اللي هي بتاع هقول لكم عليها بس اصبروا عليها بقى. هنحط كل الحاجات دي هنا مع البيضه، وهنحط معاها كوبايه الا ربع لبن. حطينا ملح وحطينا كل حاجتنا اهو. وديت بقى مرق الدجاج يا جماعه اللي انا قعدت اقول لكم وكده بقى هنسيبها بقى في الخلطه دي تشرب منها، يعني عايزه قعدة ساعتين 3 اي وقت انت عايزاه بقى. كل ما تقعد في الخلطه دي هتبقى احلى واحلى. وهحط معلقه خل كمان عليها يا جماعه. وكده بقى هنجهز ليه كده يا جماعه. بقى عملنا الدقيق بنفس اللي عملناه في الحاجات اللي تبلنا بيها، وهنتبلها في الدقيق كده، ونرجعها تاني في الخلطه بتاعتنا دي، وهنرجع نتبلها تاني كده. وهنروح بقى نفضلها كده اهو عشان تعمل القرمشه اللي بتعملها دي. هي دي هتبقى اصابع فراخ مقرمشه، فلازم تبقى فيها قرمشه كده. فراخ مقرمشه او ستريبش، سيبينا من الكلمه اللي كده. بنكمل اهو بقى وهنحط نفس الطريقه لحد ما نخلص اهو، وهنخلص ونوريكم عند القليه بقى. كده بقى يا جماعه
عملنا كمان ايه هنقليها اهو. احنا الحتت بقى اللي هي تطلع لبره دي هي دي بقى اللي نخليها صوابع المقرمش، وهنقلي بنفس الطريقة ونوريكم بعد ما نخلص بقى. هي كده تقليل هتضغط ومفيش حاجة غير كده هنعملها. ماشي، وهنطلع بقى كده، هنحط بقى منديل هنطلع عليه. بصوا بقى يا حبايبي، احنا حطينا كده رتل لبن، يعني كيلو لبن في ايه في الخلاط، وحطينا عليه 3 معالق دقيق بس، وحته الزبده هي حطيناها ايه عليه علشان ما تبقاش دسمه قوي. وجينا بقى كده حطينا عليه غليت مع بعضها كده ايه، اللهم صل على النبي، بقت حاجه حلوه خالص اهي. وكل اللي هنعمله بقى تاني كده بشاميلها كلها ولحمتها فيها كلها، وبقت الصينيه البشاميل كلها في صينيه واحده، ولا وسخنا مواعين ولا عملنا حاجه غير في صينيه كل الشغل اهو. وهنروح حاطين بقى عليه هي كده ايه تحتوى المستويه، يعني هي كده تحتوى الاستوت كلها على البوتاجاز. حبه اللبن الشوربه حطيناهم سويناها، وحطينا اللبن اهوت شربته يحتوى البشاميل اللي اتحط فيها كلها كده، وهنحطها بس تاخد وش من فوق كده اهو في الفرن، وهوريها لكم هتبقى جميله كده بقى. بالصلاه على النبي، عملنا الفراخ المقرمشه، تحطها ببقك من جوه، من بره تلاقيها كده مقرمشه، ومن جوه تلاقيها طريه وجميله اهي. ونعمل لعيالنا اللي هم عايزينه مستويه في منتهى الجمال اهي. ونعمل لعيالنا الحاجات ديت، ممكن سندوتشات في المدارس، ممكن سندوتشات في فينو ياكلوها يحبوها. ودي المكرونه اللي في حله واحده، مغيرناش الحله ولا زودنا حلل، حطينا البشاميل عليها ضربناه في الخلاط وحطيناه ني شربته معاها. وبالصلاه على النبي هتبقى صينيه مكرونه احلى من اللي بتتعمل في كذا حله وفي كذا صينيه، وهي لسه طالعه بنارها كده من الفرن. مانيش يعني بناكل واحنا دايما سخن، بس عايزه اطلعها لكم واوريها لكم، بصراحه عجباني. هي هتطلع ممكن تتفتفت وانا بطلعها ايه. شوفوا بقى جمالها، وشاربه كلها شاربه الصوص وحلوه ازاي ايه، والله حاجه حلوه.